أهلا بكم يا شباب وبكل المستمعين آه، في حلقة جديدة. وبنوه كافة المستمعين إنه هذه الحلقة ما كان فيها أي إعداد وما كان مرتب لها. هنتناول هذه الحلقة أو بطريقة عفوية من غير إعداد، وبنقول إنه الموضوع كان طارئ فجأة، واتصلوا علينا الإخوة لنقدم هذه الحلقة، وهندردش معاكم خلال الحلقة دي عن موضوع مهم جدا ظهر وطرح في الساحة، ألا وهو وحدة حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. حقيقة بنقول أساميهم الحقيقية هم حزب المؤتمر اللاوطني وحزب المؤتمر اللاشعبي. وبنعزي الشعب السوداني في إنه ظل مخدوع من العام 89، وأنا بناقش أحد أعمامنا اللي لهم ضلع كبير، لهم باع كبير في السياسة. قال لي نحن من اليوم الأول لإنقلاب البشير كنا على علم بأنه هذا الإنقلاب وراه الجبهة الإسلامية اللي بتزعمها الترابي. وكيف جاء الانقلاب وليه جاء الانقلاب؟ قال لي لأنه فشل إنه يصل السلطة يا ابني عن طريق الانتخابات، لذلك حاول إنه ينتزع السلطة بانقلاب عسكري، أي بطريقة غير قانونية. وما بني على باطل فهو باطل. إذن الفكرة كلها من أولها خداع وانقلاب على الشرعية. وهو بنفسه قال أنا قلت للبشير أذهب إلى القصر رئيسا وسأذهب أنا إلى السجن حبيسا. فالخدعة معروفة منذ العام 1989. وكانت المفاصلة أيضا نوع من الخدعة، والآن ولقى عاوزين نتحد ووحدة الإسلاميين. إذن ده نوع من الخدعة. ويجي يقول لك في غازي أسس حزب سماه الإصلاح الآن. فواحد بيحكي لي قال لي هيأسسوا حزب اسمه الأحزاب هتتعدد، اللي هتنقسم من المؤتمر الوطني إلى ما لا نهاية. فهيكون في حزب قال لي اسمه الإصلاح الآن، والإصلاح اليوم، والإصلاح بكرة، والإصلاح بعد بكرة، والإصلاح بعد شهر، والإصلاح بعد سنة، والإصلاح بعد قرن. كلها أحزاب متوقعينها تنقسم من الحزب الأم في ما يسمى بالخدعة الكبرى. هذا الحزب ومنتسبينه ورؤساؤه وكل ما يدور حوله هو عبارة عن كذبة بنأكد إنها ما هتنطلع على الشعب السوداني، لأن الشعب السوداني أكبر من أن يخدع. ولو كان الجيل الحالي ما عنده الخبرة الكافية في فهم السياسة، فهنالك أعمامنا وخلاننا موجودين يسردوا لك تاريخ السودان من ما قبل الميلاد ومرورا بالحقبة التاريخية الحديثة. فهم أدرى بالتاريخ، فكيف بهم ما يكونوا عندهم الخبرة اللي اكتشفوا فيها الخدع، خدعة إنه المؤتمر الشعبي ينقسم من الوطني، وخدعة إنه هي ينضموا لبعض وهيوحدوا الإسلاميين. هذه خدع. لقد مل الشعب السوداني منك يا بشير، لقد مل الشعب منك السوداني منك يا ترابي، لقد مل الشعب السوداني منكم أيها السيدين. ونريد وجوه جديدة، ونريد سودان جديد، ونريد ديمقراطية. أيها السادة الكرام، أينما كنتم دمتم في نهاية هذه الحلقة التي يعني لم يكن مرتب لها، نستودعكم الله وشكرا.